طريقة رائعة جدا لمراجعة القرآن الكريم. قبل ما نبتدي أتمنى منكم بأن تصلوا وتسلموا على أشرف خلق الله في خانة التعليقات، والذي يشاهدني لأول مرة أتمنى منكم اشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، ضغط لايك، نشر هذه الحلقة في كل مكان. وأيضا أضفنا ميزة جديدة في اليوتيوب، ميزة اسمها ميزة التشكرات، الذي حاب أن يدعمنا من خلالها بما تيسر وبما كتب الله سبحانه وتعالى له، يضغط على الميزة موجود عند اللايك، يضغط تشكرات ويساهم بالذي يقدر عليه. وهذا نريد أن نطور من محتوانا وكلها في ميزان حسناتنا جميعا، ومحتوى ديني، محتوى نظيف، محتوى لطيف بإذن الله سبحانه وتعالى يعجبكم، ونحتاج منكم الدعم بإذن الله سبحانه وتعالى، ما تقصروا في دعمنا. ولا نريد أن نطيل عليكم في المقدمة، وهي نبتدئ هذه الحلقة. طريقة رائعة جدا لمراجعة القرآن الكريم، طريقة جدا ستفهمونها، وسأوضح لكم هذه الطريقة بكل سهولة. عندما تريد أن تحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، معروف أننا نبدأ بالنية، بالطموح، بالشغف، لكن مع الأيام تفتر هذه النية، يفتر هذا الطموح، يفتر هذا الشغف. فماذا أعمل لكي أتمكن ويكون قرآني قوي؟ الأولى، عندما أبتدئ يكون معي مشروع حفظ. عندما يكون معي مشروع للحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، يكون معي مشروع لمراجعة كتاب الله سبحانه وتعالى. هو مشروعين مهمة. عندما أمشي خطوة للحفظ أمشي خطوة معها كذلك للمراجعة متساوية، لا أمشي خطوات عديدة لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وأتراجع على المراجعة. فهذا إهمال، فهذا تقصير، فهذا إهمال وتقصير. وربما البعض يتساءل: تفلت مني كتاب الله سبحانه وتعالى، فما هو السبب؟ السبب أولا وهي الذنوب والمعاصي. إذا كان قلبك أبيض، إذا كان القلب صافي، لا يحقد على أحد ولا يحسد أحد ولا يسب أحد ولا يشتم أحد ولا يؤذي أحد، قلبه صافي، حاله عن نفسه، مراجع، مهتم، وكذلك يحفظ حفظه اليومي ومراجع على أجزائه ومحافظ على أجزائه، فهذا يعني نقول 99% قرآنه قوي مباشرة، يعني 95% قرآنه قوي. لكن الذي مهمل أو الذي يهمل، الذي يؤذي الآخرين، الذي يتسبب بأذى الآخرين، الذي يحفظ حفظه اليومي وهو ضعيف جدا. حفظك اليومي هذا عندما تحفظه ضروري بأن يكون قوي، لأنه يوما ما، وحكيتها كثير مرة، سيصبح من ضمن أجزائي. لأنه إذا كان حفظ اليومي قوي ومنتبه على أجزائي فسيكون قرآنك قوي. لديك النية دائما، تستعد بنية، بطاقة أخرى، بشغف، بهمة، بعزيمة، بإصرار بأن تختم وتسمع كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا هو مهتم طول ما بدأ من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، سواء من البقرة سواء من الناس، مباشرة يختم ويسمع مباشرة من أي مكان تختبره سيسمع لك من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الأهم، وهذا هو الأساس. البعض إلى من رحم الله سبحانه وتعالى يأتي يحفظ من كتاب الله سبحانه وتعالى، يحفظ هذه الصفحة. عندما تحفظ هذه الصفحة سمعتها المعلم، وإذا كانت أخت سمعتها المعلمة، بعد حفظك لهذه الصفحة فماذا ستفعل؟ أو بعد تسميعك لهذه الصفحة أو الصفحتين، المهم حفظكم اليومي، عندما تسمعوه فماذا تفعلوا أو فماذا تعملون بعد هذا التسميع؟ هل تراجعون أم تتكاسلون أم تفكرون بالحفظ لليوم الثاني؟ والذي يحفظ من كتاب الله سيفهم هذه الأمور. هل أفكر بحفظه لليوم الثاني؟ هل أراجع؟ هل أتكاسل؟ هل ألعب؟ هل أهمل؟ لا طبعا. عندما أسمع حفظ اليومي فمباشرة أسحب نفسي، وحكيتها كثير مرات، أسحب نفسي وأراجع ما تيسر لي بكثافة، أكرر الأجزاء التي ضعيفة نوعا ما، الصور التي ضعيفة نوعا ما، أركز عليها، لأنه هو مشروع من حياتي بدأت إليه. لأن حفظ اليوم يأخذ مني ربما نصف ساعة، ربما ساعة، ربما ساعة ونصف، ربما ساعتين. فلماذا كل هذا التعب أغطيه في حفظ اليوم ولا أغطيه في مراجعتي؟ لماذا أحفظ حفظ اليوم وأنتهي من حفظ اليوم ولا أراجع من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ وبالرغم سهرت، تعبت، آنيت لكي أحفظ كل هذه الأجزاء.
والآن بكل سهولة أهملها. البعض تكون لديه 10 أجزاء قوية، يدخل في 15 في 20 جزء تضعف، يبدأ تضعف بعض الأجزاء بعض الصور. لماذا؟ يقول بسبب كثافة الأجزاء. النسيان هو أمر طبيعي، أنا أنت غيرك كلنا ننسى إذا بدأنا، أو إذا النسيان هذا لا يحطم معنوياتنا، كلنا ننسى، بل نستمر، بل نتوكل على الله، بل نستمر على مشروعنا، على حفظنا اليومي، على مراجعتنا لكتاب الله سبحانه وتعالى، نكرر ننوي، نستعد، نتحمس، نسمع، ننوي، نكرر، نكثف، نراجع من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الأهم، وهذا هو الأساس بعد حفظك اليومي. تخيلوا أنتم الذي يسمع بعد الفجر حفظه اليومي، أو الساعة 8 9 10 صباحا تسمع حفظكم اليومي، والبعض يرتاح لتسميع الصباح لأن يكون لديه وقت كافي بأن يراجع من الأجزاء التي تم حفظها. سمع الصباح، معك وقت كافي، مثلا من الساعة 8 بدأت التسميع، أو من الساعة 10 صباحا بدأت تسمع حفظك اليومي. أنت ما تسمعه للمعلمة، إذا كانت أخت تسمع للمعلمة. كم ستراجعون من الصباح حتى الظهر مثلا نقول، أو حتى الساعة 12 كذا، المهم إلى الظهر ستراجعون أجزاء كثيرة والله، ولا تضعف أجزاءكم والله، صدقوني. وهذه تجربة شخصية، كانت تسميعي بعد الفجر مباشرة عند المعلم أو عند أحد المشايخ. عندما أسمع عند أحد المشايخ مباشرة أخذ نفسي وأختار لي زاوية، ومباشرة أبدأ لمراجعة كتاب الله سبحانه وتعالى. يشهد الله كان ما يجوز الفطور، والفطور تقريبا كان يجوز الساعة 8 كذا 7، كنا نسمع بعد الفجر مباشرة، بعد الفجر مباشرة نخرج من المسجد، الشيخ يعطي أذكاره مباشرة سمع عنده. عندما أسمع عنده مباشرة أسحب نفسي وأراجع. يجوز الفطور مع الساعة 8 كذا 8:30، ما بعرف، نسيت بالضبط. المهم كنت أراجع أجزاء عدة حتى بعد الفطور. كانت في استراحة، الذي مثلا ينظف ملابسه هذا كنا خلاص متزلين، كنا الذي ينظف ملابسه وكذا، إذا كان يومي في تنظيف الملابس أنظف، إذا كان ليس يومي مباشرة أخذ لي زاوية وراجع، أغتنم هذا الوقت. والله وقت ثمين، وقت لا يتعوض، والله العظيم وقت لا يتعوض، وقت الذي يحفظ ويتعب ويقوم الليل ويصلي ويأتي ويراجع لكي يسمع حفظه اليومي، وفي الأخير يتركه ويتفرج عليه بكل سهولة وهو يتفلت منه جزءا جزءا جزءا. لا، بل أحافظ على وقتي، بل أنظم وقتي، بل أجتهد. حتى كنا بعد مثلا تصبون هذا مباشرة لدينا وقت حتى الساعة تقريبا ما قبل الظهر بساعة هكذا. هذه كلها مراجعة، ما في حفظ يومي إلا بعد العصر. بعد العصر نبدأ في حفظ اليومي، بين المغرب والعشاء نبدأ في حفظ اليومي، في قيام الليل نبدأ في حفظ اليومي. لماذا؟ لأن حصلت أو وجدت وقت كافي لمراجعة كتاب الله. أنتم متخيلين من بعد الفجر لين قبل وقت الفطور، لين قبل الظهر بساعة واحدة، كم سأراجع من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ أجزاء كثيرة أمر عليها يوميا، وهذا من فضل الله وبتوفيق الله. لماذا أنا أكلمكم بهذا؟ ليس أفتخر، ليش شرف ولي الفخر ولي كل شيء بهذا، ولي الاعتزاز بأن فرغت وقتي لكتاب الله سبحانه وتعالى. فلذلك حكيت لكم هذه القصة بأن ننتبه على أوقاتنا. إذا لدينا الوقت الكافي، المهم تسميعك حفظك اليومي تسمعه مباشرة، لديك وقت كافي جدا بأن تجد تراجع كتاب الله سبحانه وتعالى. وفقكم الله سبحانه وتعالى، رزقكم الله سبحانه وتعالى. الذي أجزاؤه ضعيفة أتمنى بأن يأخذها جزءا جزءا، ربعا نصفا، ما تيسر، كل يوم يكررها حتى ينتهي وتقوى أجزاؤه ويبدأ في حفظه اليومي. الذي أجزاؤه هذه خلاص ميت نهائيا يأخذها كذا. الذي أجزاؤه ضعيفة نوعا ما يأخذها ما تيسر على طريقته، جزئين، نصف جزء، المهم بأن تقوى هذه الأجزاء. والذي أجزاؤه قوية حافظوا عليها، وهذا توفيق. وإذا كنتم في البدايات نصيحة مني، انتبهوا لأجزائكم. وفقكم الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.